السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم دايرين؟ ان شاء الله قاعد تكونوا مليح وانتم تشوفوا لا فيديو تاعي تاع اليوم جيتكم فيديو جديده مع وصفه جديده تاع لي صابلي. هاد لي صابلي اللي يجوا بنان بالبزاف وتقطع لكم كميه ما شاء الله. هذا فيها مزيج بين المارغرين والزيت. سي بوغ سا تقطع لكم كميه كبيره ما شاء الله. بلا ما نطول عليكم نروحوا للمقادير. بالنسبه للمقادير غادي تحتاجوا زوج حبات تاع البيض، 250 غرام تاع المارغرين، ملعقه صغيره لافاني. غادي نحتاجوا كاس تاع سكر رطب، وكاس تاع ناقص زوج اصابع تاع الزيت، والفرينه باش نلموا العجينه، وباكي تاع لا ليفور شيميك خميره كيميائيه. واللي بغات دير كميه قليله ما عليك غير تقسمي المقادير، ديري حبه تاع البيض وتقسمي كاع المقادير. وبالنسبه الباكيت تاع لا ليفر شيميك ديري نص باكيت تاع لا ليفر شيميك. انا هنا غادي نحط كاع المكونات ضربه واحده. حطيت هذوك زوج حبات تاع البيض، المارغرين، الزيت، لافاني، سكر رطب، وثاني ما تنسوش هذيك الرشه تاع الملح باش تحسن لنا الذوق. وثاني تعتبر ماده حافظه، تقعد لي صابلي تاعكم يقعدوا لكم مده اطول. هنا غادي نخلط كل شيء غير بيديا. اللي بغات تستعين بالدراب الكهربائي تخدم بالدراب الكهربائي، واللي ما عندهاش غير بيديكم وتخلطوا هذوك المقادير مليح بيديكم حتى هذاك السكر وهذاك المارغرين تحسوها دابت والمكونات تجانست مع بعضها بعض. هذاك تبدو تضيفوا في الفرينه. وكي تبدو تضيفوا في الفرينه تاني تلموها غير باطراف الاصابع، وتضيفوا الفرينه مع كيس خميره كيميائيه وتضيفوها تدريجيا. ما ديروش الفرينه ضربه واحده، ديروا غير تدريجيا، وقعدوا تلموا في العجينه تاعكم. ولازم تلموا العجينه تكون عجينه طريه. وهي لهنايا بعد ما لميت العجينه تاعي، شوفوا قلت لكم تلموا العجينه تحصلوا على قوام تكون العجينه طريه. ما تيبسوش العجينه تاعكم. كم عارفين العجينه تاع الصابلي لازم تكون طريه. انا شوفوا انا توجور العجينه تاع الصابلي سورتو هذه تاع لي بالزيت انا توجور نخليها ترتاح على الاقل نص ساعه ولا عادك باش نبدا نخدم بها. انا خليتها ارتاحت شويه عادك بديت نخدم بها. هنا جبت كيس بلاستيكي درتها في الوسط وحليتها. تحلوها بهذه الطريقه. كما راكم عارفين حلوا اي قاطو عادي وطبحتها اي شكل نتوما تطبعوا اي شكل تبغوه ولا اي شكل يكون متواجد عندكم. المهم انا درت لي صابلي العاديين. كما قادر هذه الوصفه تخدموا بها بزاف صوالح، بزاف انواع تاع الكاطو، ميم لي كاطو هذوك بريستيج وكاع تستعملوا هذه الوصفه باسكو تقطع لكم كميه كبيره ما شاء الله. وبالنسبه للسمك هنا ما شقاش ما ديروش سمك كبير بزاف باسكو غادي نديرو حبه فوق حبه. السمك ديروه شويه رقيق. وهنايا ها مولا لي صابلي تاوعي غادي ندخلهم في الفرن. شوفوا كاين اللي يبغي يطيب لي صابلي تاوعه يطيبهم بويدين غير لو فات لي يشوفهم سي بون طابوك من تحت يقلعهم. بصح انا نبغي نحمرهم مليح باش يعطوني هذيك القرمشه. نبغي هذيك القرمشه ويجوا بنان. من تحمروهم يجوا بنان على اللي تخلوهم اللون تاعهم ابيض. وكل واحد كل وحده حره في لي صابلي تاعها. كاين اللي تبغيهم داك اللون الابيض، وانا كيما قلت لكم نبغيهم نحمرهم شويه باش يعطوني هذيك القرمشه ويجوا مقرمشين ما شاء الله. وهم لهنا تزيين درت كيما قلت لكم الصابلي العادي. درت كونفيتور تاع المشماش، لصقت حبه بحبه بكونفيتور تاع المشماش. من بعد درت في هذيك الثقوب في الوسط
وزينته بشويه تاع الشوكولا، والنص زينته بالكاوكاو، وواحد اخرين خليتهم هكا حبات، درت حبه فوق حبه وخلطتهم تاني بالشوكولا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. الى عجبتكم ما تنساونيش ابجام، وما تنسوش الاشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركت في القناه. انا دروك ما عليا غير خليكم نقول لكم تهلاو في رواحكم وقارعوني في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.